تعالوا بينا نعمل الكفتة بالبراون صوص، وصفة سهلة وبسيطة وسريعة على الفطار. تعالوا بينا نشوف طريقة التحضير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل وصفة أساسية في العزومات، وصفة فنادق، وصفة سهلة وبسيطة جدا، طعمها تحفة، تشرفك في أي عزومة والولاد هيحبوها جدا جدا. المكون الأساسي بتاعنا كيلو لحمة مفرومة. كيلو اللحمة بياخد كيلو بصل جوانح، ومعانا بصلتين وسط مفرومين ومتصفيين من المية، ملح وفلفل اسود، بيكنج باودر، 7 بهارات وجوز الطيب، زبدة وزيت، ودي مية البصل اللي صفيناها. تعالوا بينا نبتدي في تحضير الوصفة. هنجيب اللحمة بتاعتنا كده وننزل عليها بتفل البصل، فلفل اسود. الكيلو هياخد معلقة كبيرة ممسوحة، 7 بهارات، معلقه كده صغيره، جوز الطيب ناخد رشه بقى، دي حسب الرغبه، لو احنا حابين نزود، انا بس بحطها عشان تضيع اي ريحه مش محببه في اللحمه. بيكنج باودر بياخد نص معلقه صغيره. الملح اهم حاجه الاساسي هنا معانا هو العجن، عشان كل المكونات تدخل في بعض وعشان الكفته ما تفكش. وده شكل العجينه بعد 10 دقايق عجن. شايفين طلعت كده حاجه عامله زي الخيوط، هي كده مظبوطه، كل المكونات دخلت في بعض. انا طبعا خدت مني وقت عشان الفرمه هنا خشنه شويه زي ما انتم شايفين. المفروض الكفته تبقى مفرومه وشين. هنسيبها بس ترتاح دقيقتين 3، بعد كده نبتدي نكورها. عقبال ما الكفته بتاعتنا ترتاح شويه، تعالوا بينا بقى نجهز الرز اللي هنقدمه معاها. معانا حله على النار، هننزل بمعلقتين زيت، معلقه زبده، ودي التوابل السليمه، ورق لورا ولومي، حبهان، قرنفل، مستكه، فلفل اسود، ممكن نحط قرفه عيدان او رشه قرفه. هنشوح البهارات السليمه كده. اول ما ريحتها تطلع هننزل بالرز. احنا مش هنحط كركم ولا بودرة زعفران ولا اي حاجة، احنا ممكن نقدم اصلا جنبها رز بسمتي مسلوق او رز ابيض، لان هو الصوص بتاعها مش محتاج حاجة، حتى لو مكرونة هتبقى مكرونة مسلوقة بس. هنعمل الرز كده مبهر، يا دوب رشة قرفة بس بسيطة. نحط الملح. اول ما نسمع الصوت ده بقى كده يبقى هو كده تمام. هننزل بالمية، بسم الله. طبعا احنا عارفين كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية. هنسيبه بقى دلوقتي على نار عالية، واول ما يبتدي يتشرب هنغطيه ونهدي عليه النار. وادي الكفتة بتاعتنا استريحت. تعالوا بينا بقى نكورها. معانا مية البصل اللي احنا كنا مصفيينها، هنبل ايدينا كده فيها ونبتدي بقى نشكل الكفتة الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا كل واحد ادرى بنسبة الدهون اللي في الكفتة، فيعملها كبيرة او صغيرة على حسب اللحمة اللي عندك ايه. هنعملها كور كده بالشكل ده. هنعفرها كده بالدقيق ونطلع بقى على طبق تاني لحد ما نخلص الكمية كلها بالشكل ده. وكده خلصنا الكمية كلها بالشكل ده. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. هنحط جريل كده او طاسة على النار، ونحط فيها معلقتين زيت، قطعة زبدة. نستنى بس اول ما الجريل يسخن كويس. نشوف بقى الرز بتاعنا هو كده استوى خلاص. هنطفي عليه. هننزل بالكفتة كده، هنسيبها بقى كده على نار عالية. خلاص كده هي خدت معانا اللون من كل الاتجاهات. شايفين بقى اللون البني الحلو ده بعد كده في الصوص بيدينا لون تحفة. بعد ما شيلنا بقى كمية الكفتة كلها، هننزل بالبصل في نفس المكان اللي عملنا فيه الكفتة عشان يتكرمل. هننزل عليه بمعلقة سكر كبيرة. هنمشي بقى مع البصل واحدة واحدة كده لحد ما يتكرمل كله ويبقى لونه ذهبي حلو. هبدل بس الحلة، هحط حاجة اكبر عشان كمية البصل كبيرة، لان انا عاملة كمية. هنسيب البصل على النار ونفضل نقلب فيه كده كل شوية لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. طبعا هوريهولكوا. خلاص كده بقى البصل اتكرمل، خد اللون الحلو ده. عايزين تستنوا عليه تاني مفيش مشكلة، بس هو كده حلو قوي. هننزل بقى عليه بكوبايتين مية مغلية. نحط بقى فلفل اسود و7 بهارات. طبعا اللي بيتقل معانا وبيدينا اللون ده الدقيق اللي احنا غلفنا بيه الكفتة، هو اللي هيخلي الصوص يربط معانا. كمان لما ننزل الكفتة هياخد لون تاني اكتر من ده. هننزل دلوقتي بالكفتة كده. شايفين اللون بيغمق ازاي اول ما نزلنا بالكفتة؟ عشان الدقيق طبعا، لان هو واخد لون، وكل ما نسيبهم على النار كل ما الصوص هيتقل واللون هيغمق اكتر. شايفين هو بيربط ازاي؟ نغطي عليها بقى لمدة ربع ساعة ونرجع لكم تاني عشان نقدمها. ودي كده زي ما انتم شايفين خلاص الكفتة بقت جاهزة. شايفين السمك بتاع الصوص بقى تقيل ازاي؟ تعالوا بينا بقى نقدمها.
مش قادره اقول لكم على ريحتها تجنن. وده شكل الكفته بعد ما قدمناها. قدمنا معاها الرز البسمتي، وزي ما قلنا ممكن نعمل جنبها رز ابيض، وعملنا كمان سلطه طحينه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت وفولو.